تعالوا نعمل الجبنة القريش في البيت ونودع بقى غلاء الأسعار، وكمان هنعملها من غير منفعة ولا زبادي ولا حتى حصيرة. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين الجبنة القريش وجمالها؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله، عبارة عن قطعة قشطة في ايدك. دي مش جبنة قريش، دي قشطة. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا هنا بقى ازازة حليب 2 كيلو ونص، هنفضيها كده في الطواجن بتاعتنا، والطواجن بتاعتنا تكون ناشفة كده ما فيهاش ولا نقطة مية. ولما تيجي كده تصبي الحليب تكوني كده رافعة ايدك لفوق. هنا بقولك شايفة القشطة كده وهي نازلة من الحليب؟ ربنا يا رب يبارك لاصحاب الحليب. ترفعي ايدك بقى كده لفوق علشان كده القشطة تبقى تطلع كده على وش الطاجن. اللبن بقى كده يعمل فقاقيع، والفقاقيع كده بقى تطلع على وش الطاجن. هي بقى دي القشطة بقى. ان شاء الله لما كده اللبن يروب وندخلها التلاجة، نبتدي بقى كده نلم القشطة من على وش الطاجن. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وهنقعد اللبن في الفرن البوتاجاز ليلة كاملة يا بنات. الميعاد اللي دخلتيه فيه تطلعيه فيه تاني يوم، يبقى كده معاكي ليلة كاملة. بعد ليلة كاملة ندخله بقى التلاجة عشان كده يتماسك، والقشطة كده نطلعوها كده متماسكة، ما تكونش كده ايه سايلة وكلها لبن. لازما كده القشطة تكون متماسكة معاكي. شايفين كده القشطة كده وجمالها وحلاوتها؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله. طلعنا كده من الكمية بتاعتنا 1/4 كيلو قشطة، وقشطة صافي من غير اي قطع لبن فيها. هنا زي ما انتوا شايفين الجمال والحلاوة بتاعت القشطة. قشطة قشطة والله يا بنات. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى هنجيب شاشة كده وتحتها مصفى، وهنحط بقى فيها الجبنة بتاعتنا. بعد كده ما نجيب سكينة ونعمل كده اللبن بتاعنا عبارة عن مربعات. شايفين بقى كده الجبنة طلعت لنا بقى الجبنة وجمالها وحلاوتها. حاجة كده بسم الله ما شاء الله، وعمايل ايديكي ونظافة. وطبعا هتملي البيت خير، بدل ما هتروحي تشتري 1/4 كيلو جبنة او قطعة جبنة قريش او قطعتين، لا هتعملي كمية من الجبنة، وهتلمي كمان القشطة بتاعتها، وكمان هيتوفر معاكي الشرش بتاع الجبنة اللي هنحفظ فيه الجبنة. طبعا مش كله، بناخد حبة، والباقي بقى ممكن تعجني بيه قرص، تعملي بيه رقاق زي ما انت عايزة. هنا بقى بعد ما خلصنا بقى كده كمية الجبنة بتاعتنا وحطيناها كده في الشاشة، هنرش بقى كده عليها رشة من الملح. انا بحب احط الملح في المرحلة دي. يعني كده هنعملها كده بقى، هنهرس كده بقى الجبنة كده بالمعلقة ونرش عليها بقى ايه رشة الملح بتاعتنا. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ونلم بقى كده الشاشة ونرفعها لفوق علشان الشرش اللي تحتيها ناخده كده ونحتفظ بيه. يعني خطوة خطوة احنا ماشيين مع بعض اهو. بس ما تعصريش، لا، تلمي بس كده، اوعي تعصري. يعني ما تعصريش الشاشة، لا تلمي بس كده بايدك. وشوفي بقى كده الشرشة اهو، ولسه برضو هتنزل. لسه ده احنا لسه في اول، يعني اول ما حطيناه لسه هتاخد برضو وقت كده بتاع 4 5 ساعات 6 ساعات. بصراحة انا بيتها ليلة كاملة في التلاجة، وبعد كده قطعتها. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى هنعمل كده الجبنة بتاعتنا في الشاشة على شكل رول، عشان يدينا شكل الجبنة القريش اللي احنا بنشتريها من بره، او بنشتريها من السوق او من الماركت زي ما انت بتشتريها. إيه بقولك هنا عملتها على شكل رول. واوعي كده تعصري، لا، تعملي كده بالراحة وعلى مالك واحدة واحدة، وتطبقي عليها الشاشة من كل جهة وتسيبي. وكده بصراحة انا دخلتها التلاجة من غير ما احط عليها تقل ولا اي حاجة. وشايفين الشرش اللي نزلته؟ وبعد ليلة كاملة برضو يا بنات طلعتها، وشايفين اهيت الجبنة بتاعتنا.
صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الجبنة بتاعتنا حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده الله أكبر. هنشيل بقى كده الشاشة بتاعتنا ونجيب بقى كده شوكة ونمشي بقى كده على الجبنة القريش زي الجاهزة بالظبط. والله العظيم وأحسن وأطعم وعمايل إيديكي وحاجة كده خير في البيت، واستفدتي من الحليب بتاعك بكم منفعة، وعملتي كده شوية حاجات في التلاجة ومليتي التلاجة بتاعتك خير. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وإزازة الحليب بتاعتنا طلعنا منها حجم الجبنة ديت عبارة عن 6 قطع، هم 5 بس الحتة الستة كانت صغيرة شوية، وعبارة عن قشطة، بتاكلي قشطة كده. بصراحة ربنا يبارك لصحاب اللبن يا رب، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. عايزة أقولك إن الجبنة القريش ما تنفعش باللبن المعلب، لا لابد من لبن اللبان او الفلاحين زي ما احنا كده جايبين. وطبعا تقولي لي تنفع بلبن بقري، اقولك ايوه. انا هنا بقولك دي مش جبنه، دي قشطه. شايفه الجمال والحلاوه؟ حته الجبنه بتاعتنا عباره عن قطعه قشطه، والله العظيم قطعه قشطه. لو طبعا هتقولي لي طب ينفع اللبن البقري، هقولك ايوه ينفع اللبن البقري، بس يكون فيه نسبة دسامة شوية، وتكوني جايباه من حد موثوق منه. وطبعا بس اللون بتاعها بقى هيبقى ايه، عاطي على صفار شوية. الجبنة القريش بالحليب الجاموسي بتبقى بيضة كده زي القشطة زي ما انت شايفة، لكن لو عملتها باللبن البقري بتبقى ايه، مصفرة شوية، بس بتبقى جميلة وبتأدي الغرض وحاجة كده تحفة. على الأقل أحسن من الجاهزة، وأحسن من ربع الجبنة اللي بنروح نشتريه. وساعات برضو بتبقى طالع الجبنة بالذات بتبقى أكتر يعني من الحاجات اللي بتبقى معرضة للإفساد يعني. بصراحة على طول ساعات تجيب الجبنة طعمها متغير، يكون عاطي على مرارة، يكون طعمها مش حلو، الصلاحية بتاعتها منتهية. الجبنة اللي هي جاهزة بيبقى لها مشاكل كتير. وطبعا الجبنة القريش حلوة بقى للي بيعملوا دايت وبيحافظوا بقى كده على وزنهم وجسمهم. بصراحة حاجة كده تحفة. عايزة اقولك هنحفظها ازاي؟ طبعا الشرش اللي طالع منها بتكوني كده غلياه وسايباه لما برد، بعد كده بتحطي بقى كده خرطة الجبنة او قطعة الجبنة في ورق زبدة وتحطيها بقى كده في الشرش، بس مش اول يوم ولا تاني يوم، لا، في اليوم التالت بعد تقطيع الجبنة، علشان هي كده لسه طرية وكلها لبن. لو حطيتها في الشرش يعني هتحل منك، مش هتبقى جبنة، هتبقى بقى عبارة عن شرش برضو. هنا بقى كان الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب كده تكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.